السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة سهلة واقتصادية على قناة كوكين ويت شيماء. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الوصفة او وجبة عشاء سهلة، كتوجد في دقائق، سريعة، بزوج مكونات او نقدروا نقولوا 3 المكونات، يعني بدون مجهود وبدون تعب، واكيد كتجي لذيذه. حتى وليداتكم الا كانوا ما كيبغيوش الشوفلور هكا ولا نتوما ما كيعجبكمش، اكيد في هذه الوصفه غادي يعجبكم. بلا ما نطول عليكم غندوزو ناخذوا الشيفلور هكا، كنقطعوه طريفات، كنحاولوا نحلوه، كنغسلوه مزيان صافي، وكنوضعوه في واحد الكاسرول، وغادي نوضعوه فوق من البوطه حتى كيتسلق لينا مزيان. كنضيفوا عليه هنا شويه ديال المليحه صافي، وغادي نحطوه باش يتسلق. وغادي ندوز ناخذ واحد 4 الحبات ديال الطماطم اللي قشرتهم وحيدت ليهم ديك الزريعه اللي كتكون فيهم من الداخل، وغنقطعهم هكا طريفات صغار. غنستمر حتى غادي نسالي الكميه كامله ديال الطماطم اللي عندي، واكيد الكميه لا ديال الطماطم ولا ديال الشوفلور كتبقى على حسب عدد الاشخاص. يمكن لكم ديروها في المقلاة، ويمكن لكم ديروها في هاد العيبه اللي كنطيب فيها انا الباستيشيو، كنطيب فيها هكا المقيلات، كتجي صراحه رائعه. درت فيها مطيشه، يمكن لكم ديروها حتى في الطاجين. ضفت عليها واحد 2 فصوص ديال الثوم، الا ما عندكمش هاد الآلة يمكن لكم تقطعوها هكا غير في بيديكم اولا في تحكوها. درت شويه ديال الزيت، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكينجبير، الخرقوم، وغادي نضيف حتى التحميره. انا نسيتها هنا في المقادير، ولكن بعد ما وضعته فوق البوطه غنتفكرها وغادي نزيدها. هيا هنا ضفتها. غادي نخلط المكونات كاملين، وغادي نضيف عليهم شويه ديال الربيع ولا قزبر ومعدنوس، انا عندي ديجا واجدين في المجمد. غادي نخليهم حتى كتطلق لي ديك المطيشه وكطيب ليا مزيان. الا كانت كتشرب لكم ضيفوا عليها الماء صافي. هنا غادي نضيف عليها هذاك الشوفلور اللي سلقته، وغادي نلبسو بديك لاصوص ديال المطيشه. فجربوها راه كتجي رائعه. حتى الا كان ما كيعجبكم الشوفلور هكا بهذه الطريقه غادي تاكلوه وغادي يعجبكم. والخضر حنا عارفين انهم مفيدين، وصراحه خاصنا ناخذوهم وناكلوهم حيت الالياف مهمه. واخا يكونوا ما كيعجبوناش نحاولوا اننا ناكلهم ما امكن. هنا بعد ما طاب لي الشوفلور مع ديك المطيشه وداكشي، يعني وما راه كلشي كيكون طيب، غير كنوضع كنلبس داك الشوفلور بديك لاصوص طوماط، كنضيف عليهم 2 بيضات اولا 3 الحبات ديال البيض على حسب الرغبه. زينتهم هكا بشويه ديال الربيع من الفوق، وهكا كيكون الطبق ديالنا واجد ويعني كيوجد بسرعه وسهل. كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم. الى وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش تخليو لي واحد لايك وتعليق، فلايكاتكم هي اللي كتخلي الفيديو انه يطلع لعدد اكبر من المشاهدين. هكا غنقول لكم بسلامه، ونتلاقاو في وصفه مقبله باذن الله. دمتم سالمين.